جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين. والنهارده هكلمكم على تقشير الكربون. هنعرف في الحلقه يعني ايه تقشير الكربون. بنات كتير مننا بتبقى نفسها تعمل جلسه التقشير، تعمل بيلينج وتقشير لبشرتها، بس ما بترضاش تروح تعمله علشان التايم اللي بعد التقشير. بعد التقشير بيبقى وشك محمر قوي، ملتهب قوي، بياخد كلر غامق، بيبتدي يعمل قشره كبيره، ما بتعرفيش تخرجي، ما تقدريش تروحي شغلك، يعني لازم تبقي واخده اجازه كام يوم. طبعا التعرض للشمس والحاجات دي كلها بيبقى فيها مخاطر ليكي، ما تقدريش تحطي ميك اب، اي ايفنت عندك بتاجليه. طيب تعالوا نتكلم على نوع من التقشير خفيف جدا وجنتل اسمه التقشير الكربوني او الليزر الكربوني. التقشير ده ما فيهوش كل السايد افكت دي. تعالوا نعرف في الفيديو يعني ايه تقشير الليزر الكربوني وبيتعمل لمين وايه النتائج بتاعته. تقشير الليزر الكربوني هو تقشير بيتعمل لطبقة سطحية من البشرة، بيتعمل علشان يديني نضارة، يخلي وشي شكله جلوينج، يخلي شكل البشرة ملمس الجلد بتاعها زي البيبي اللي بنسميه البيبي سكين. بيتعمل ازاي؟ على فكرة ما بياخدش ربع ساعة، نص ساعة بكتير قوي في العيادة، وبيتعمل بطريقة جنتل جدا، مش مؤلم، ما فيهوش اي نسبة حرقان زي التقشير الكيميائي او التقشير العادي، ما بيعملش اي سايد افكت او اي مشاكل، وبينفع لكل البشرات ولكل الاعمار من غير اي مشكلة. بيتعمل ازاي؟ احنا في العياده بنعمل جلسه تنظيف سريعه وبسيطه عشان نشيل الدهون او المسام اللي بتبقى مفتوحه ونطلع دهون كتير او بثور سوداء، كل ده بنشيله بسرعه جدا. وبعدين نبتدي نحط الكربون. الكربون عباره عن ماسك كربوني بيبقى لونه اسود، بيلزق تماما على الجلد. انا بسيبه 5 دقائق بالظبط او 10 دقائق لما يلزق تماما على البشره، وببتدي اسلط عليه شعاع معين من الليزر. شعاع الليزر ده بيعمل ايه؟ كل اللي بيعمله ان هو بيقشر النبضات الليزر، بتضرب اللون الاسود اللي في الكربون، فبتقشر الطبقه السوداء اللي هي الماسك الكربوني، وبالتالي بتقشر معاها طبقه من طبقات الجلد السطحيه اللي فيها مشكله انا مش حباها. واكتر المشاكل اللي بتعمل الليزر الكربوني الناس اللي عندها مسام واسعه او اللي عندها نمش او بقع من الشمس. عشان كده كلنا بنعمله في فترة الخريف او فترة اللي هو خلاص خرجنا من الصيف والبيتش والمصايف والشمس وداخلين على فصل الشتاء، بيبقى مناسب جدا جدا في التايم ده ان احنا نعمل الجلسة دي. الليزر بيقشر لي الكربون، وبالتالي بيقشر معاه طبقة خفيفة جدا من طبقات الجلد من غير ما يعمل احمرار او تقشير واضح او يضطر ان انا اقعد في البيت بعدها. لا بالعكس، انا ممكن اخرج واعيش حياتي طبيعيه جدا، وممكن احط ميك اب وامارس حياتي طبيعي. انا عامله الليزر الكربوني ده من يومين، فده شكل بشرتي. انا شويه عندي شويه فروله او قشر بسيط، انا بس حاطه عليه ميك اب عشان الكاميرا والتصوير، لكن بخرج عادي وممكن استخدم الميك اب، بعكس التقشير العادي اللي انا ما اقدرش احط ميك اب بعديه بيومين، ما اقدرش اخرج والدنيا شمس. بيبقى فيه شويه احتياطات بعملها. الليزر الكربوني من الحاجات اللي بتدي نضاره عاليه جدا جدا، يمكن يكون مش واخد حقه قوي في مصر، مع انه جلسه سهله ملهاش اي الام، ملهاش اي سايد افكت، كمان من ارخص انواع الجلسات اللي موجوده في عيادات التجميل. جلسه مش مكلفه ومش متعبه، وبتديكي نضاره وجلوينج عالي جدا جدا جدا. الجلسه دي ممكن كل البشرات تعملها، مفيش منها اي سايد افكت او اي مشكله، الا البشره بس اللي عندها اي التهاب او اي انفكشن او اي حاجه جلديه فيها مشكله عليها. غير كده احنا ممكن كلنا في اي عمر في اي وقت نعملها، وممكن كمان نكررها شهريا عشان تحافظي على شكل النضاره في جلدك. اتمنى تكون حلقه النهارده افادتكم، وتابعوني في حلقات جايه كتير مع دكتور شيري محي الدين. اشوفكم على خير.